السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف على الدومين او المجال بتاع الفانكشن وازاي نقدر نجيبه وايه هي اهمية الدومين اساسا. مبدئيا كده احنا عايزين ناخد فكرة بسيطة عن الدومين والكودومين والرينج وهو الفرق بين التلاتة. الدومين هو المجال والكودومين المجال المقابل والرينج اللي هو المدى. الدومين دوت اي قيمة انا اقدر اعوض بيها في الفانكشن او اي قيمة بمعنى صح يعني قابلة للتعويض بيها في الدالة. الكودومين هو المجال المقابل، هي اي قيمة ممكن تطلع من الفانكشن، يعني ممكن تطلع ممكن ما تطلعش، بس هي في الاول وفي الاخر يعني قابلة للخروج من الدالة وانها تنتج من الدالة. يعني الدومين هو تقريبا بيشبه الكودومين، بس الفرق ان الدومين دوت هو الانبوت والكودومين هو الاوتبوت، يعني الدومين اللي انا هقدر استخدمه اعوض بيه في الاكس او متغير مستقل عشان اطلع الكودومين. يعني الاتنين شبه بعض. الرينج بقى هي القيم اللي هتخرج فعليا، يعني الكودومين ديت قيم ممكن تطلع وممكن ما تطلعش. الرينج بقى اللي هي القيم اللي هتطلع فعليا او اللي هي المدى بمعنى صح. فبالتالي الرينج سبست اوف الكودومين، يعني الرينج او المدى ده جزء من الكودومين. فده يعني فكرة بسيطة عن التلاتة والفرق بينهم. احنا برضه عايزين نأكد الكلام اللي احنا قلناه. domain codomain and range. There are special names for what can go into and what can come out of a function، يعني في مسميات معينة اللي ممكن يقدر يدخل جوه الدالة واللي يخرج من الدالة. بسم الله. مبدئيا كده what can go into a function is called the domain، يعني اللي احنا نقدر نستخدمه عشان نعوض بيه في الدالة اسمه الدومين او اللي هو المجال. what may possibly come out of a function is called the codomain، اللي ممكن يطلع من الدالة اسمه الكودومين او اللي هو المجال المقابل. what actually comes out of a function is called the range او المدى، يعني بقى اللي هيطلع بقى فعليا اسمه المدى او هو الرينج يعني. هنا مثلا هنا ال x to x plus 1. هنا بقى العملية اللي انا عملتها هنا، اللي انا ضربت الانبوت في 2 وزودت عليه 1، دي اسمها الفانكشن. يعني بالتالي هنا ال f of x مثلا بتساوي 2x plus 1. هنا الدومين 1 و 2 و 3 و 4، فدي الحاجات اللي انا ضربت بيها وعوضت بيها فعلا. الكودومين بقى من 1 لغاية 10، اللي هي الحاجات اللي ممكن تطلع من الدالة. الرينج بقى دي الحاجات اللي هي فعليا طلعت كده كده من الدالة. فده برضو مثال يعني بيأكد لنا الدومين والكودومين والرينج والفرق التلاتة، الفرق بين التلاتة. احنا عشان نجيب الدومين بتاع اي فانكشن او دالة، احنا في قاعدتين لازم ما يتكسروش. never break. احنا ما نقدرش نقسم على الصفر، وما نقدرش ناخد جذر تربيعي او اللي هو جذر الاندكس بتاعه بيكون زوجي لأي رقم سلبي. The domain of a function consists of all possible values of x for which the function is defined. يعني الدومين ديت اللي هي القيم اللي انا اقدر اعرض بيها عشان الدالة تكون معرفة، يعني ويبقى في قيم تقدر تخرج من الدالة. مبدئيا كده احنا برضه عايزين نراجع ناخد فكرة بسيطة عن اشكال الدوال اللي احنا خدناها اخر مرة. في طبعا بولينوميال، في راشونال، في باور. البولينوميال ديت اللي هي عادية الحدود والاس فيها طبعا بيبقى صحيح موجب، والراشونال اللي هي الدوال الكسرية، والباور دي مثلا زي جذر الاكس او اكس تو ذا باور هاف والكلام ده كله، واحنا خدنا عنها فكرة المرة اللي فاتت. احنا في الاول عايزين نجيب الدومين بتاع البولينوميال فانكشن. الدومين بتاع اي بولينوميال فانكشن هو الار او اللي هي مجموعة الار، يعني اللي هي الريل نمبرز، اللي هي الاعداد الحقيقية. واشمعنى بقى الكلام ده؟ علشان احنا زي ما اتفقنا الدومين ديت اي حاجة انا اقدر اعوض بيها في الدالة. وانا زي ما قلت في القاعدتين اللي فوق، ما ينفعش اقسم على الصفر، وما ينفعش اخد الجذر الاندكس بتاعه زوجي، يعني مثلا الجذر التاني، الجذر الرابع، الجذر السادس لاي حاجة سالبة. فبالتالي انا مش هكسر القاعدتين دول، فبالتالي انا هنا الدومين بتاعي هنا هيبقى الار، لان انا اقدر اعوض باي حاجه في المثال ده، في اللي هو ال 5x minus 4. وبالتالي برضو في المثال التاني x squared plus 7x minus 11 هيبقى r هو كمان، لان انا اقدر اعوض باي حاجه هنا. وده بالنسبه برضو للمثال التالت والرابع هيبقى r، وهنا هيبقى r. احنا برضو عايزين بقى نشوف الشكل التاني او اللي هي الراشونال فانكشنز او اللي هي الدوال الكسريه. عشان نجيب الدومين بتاع الدالة الكسرية احنا لازم نساوي المقام بزيرو، وهيبقى المجال في الحالة دي ار اللي هي الريل نمبرز ما عدا مجموعة الأصفار بتاعة المقام. يعني هنا مثلا أنا أعمل اكس ماينس 7 أساويها بالزيرو، فبالتالي الاكس تطلع بالسفن. فبالتالي أنا مش هينفع أعوض هنا بالسفن عشان المقام هيبقى صفر، فبالتالي هنا الار الدومين هيبقى ار ماينس مجموعة السفن اللي هي السيت اوف 7، علشان انا لو عوضت ب7 هيبقى المقام بصفر، فبالتالي القاعدة الأولى هتكون اتكسرت. فده بالنسبة للمثال الأول. بالنسبة بقى للمثال التاني،
احنا عايزين هنمشي برضو بنفس القاعدة، لان دي rational function. هنعمل x squared minus 16 هتساوي 0، فبالتالي x squared هتساوي 16، فالاكس هتساوي بوزيتيف والنيجاتيف 4. يبقى الفانكشن الدومين بتاع الفانكشن هيبقى r minus السيت اوف 4 ونيجاتيف 4. طبعا في الفانكشن مفيش ترتيب، وده بالنسبة للمثال التاني. بالنسبة بقى للمثال التالت x squared plus 9، طبعا هي مستحيل تساوي الزيرو. طبعا ده كله في نطاق الريل نمبرز، لان انا لو عوضت باي حاجه هنا مكان الاكس، سواء كانت نيجاتيف او بوزيتيف او زيرو، هيطلع حاجه من اتنين: يا اما يطلع زيرو يا اما يطلع بوزيتيف نمبر. ففي الحاله دي مستحيل المقام بيساوي صفر، فبالتالي هنا الدومين هيبقى الار او اللي هي الريل نمبرز. ده بالنسبه للمثال التالت. المثال الرابع بالنسبه برضه للمثال ده، احنا ناخد المقام ونساويه بالصفر، يبقى x سكويرد ماينس 8x بلس 15 هيساوي زيرو. احنا هنشوف بقى الاصفار او الحاجات اللي هتخلي الفانكشن دي بتساوي صفر. انا طبعا بتكلم عن الفانكشن دي دلوقتي مش الفانكشن الاساسيه. فاحنا لما نيجي نعمل تحليل هيطلع معانا ان الاصفار هتكون في الحاله دي 5 و 3، فبالتالي هتكون x minus 3 times x minus 5 بيساوي زيرو. فاللي هيخلي طبعا الدالة دي بتساوي صفر هو الفايف وال 3، فبالتالي هيكون الدومين هنا r minus السيت اوف 3 and 5. حتى انا برضه عشان اتأكد، انا لو جيت اعوض بأي حاجة ما عدا ال 3 وال 5 هيبقى فيه قيمة، يعني هتبقى اقدر اعوض بأي حاجة ما عدا ال 3 وال 5. ده بالنسبة للمثال الرابع. عايزين بقى ندخل نشوف الراديكال فانكشنز او اللي هي الدوال الجذرية. الراديكال فانكشنز طبعا بتعتمد على الاندكس او اللي هو دليل الجذر. لو كان ال n او اللي هو دليل الجذر دوت odd، فبالتالي هتبقى الدومين بتاعته r all real numbers، لان انا اقدر اعوض في الحالة دي باي حاجة. يعني مثلا الجذر التالت لمثلا نيجاتيف 8 هيديني نيجاتيف 2، يعني انا اقدر اعوض باي حاجة تحت الجذر اللي الدليل الجذر بتاعه والاندكس بتاعه odd، او اللي هو فرد معنى صح. طب بالنسبة اللي هو الراديكال فانكشن اللي تبقى فيها الاندكس زوجية، يعني مثلا 2 مثلا، طبعا ال 2 مش بتتكتب، بس عشان اوضح الفكرة يعني. هنا مثلا x minus 8، احنا بناخد الاكسبريشن ده وبنحطه بيكون اكبر من او بيساوي الصفر، واحنا بقى نجيب قيم الاكس بتبقى هي دي الدومين. احنا برضو عايزين نحل امثلة عشان على الكلام ده عشان نثبته يعني. احنا هنشوف اول مثال. بسم الله. هنا f of x بتساوي جذر التاني ال x minus 9. احنا ناخد x minus 9 هنعمل اكبر من او بتساوي الصفر، فبالتالي x هتكون اكبر من او بتساوي 9. فبالتالي هنا الدومين هيكون من اول 9 لغاية الما لا نهاية. طبعا دايما الما لا نهاية والانفينيتي او نيجاتيف انفينيتي بتكون الاجزاء بتاعتهم بتكون مفتوحة يعني. وده كده بالنسبة للمثال الاول. عايزين نشوف المثال التاني. طبعا احنا لو نيجي نشوف الاندكس بتاع المثال التاني او اللي هو دليل الجذر يطلع ان هو اود، فبالتالي هنا الدومين هيدينا ار او ري نمبرز. انا اقدر اقعد باي حاجه تحت. انا طبعا في شكل تاني انا ممكن اكتب الداله دي نيجاتيف اكس بلس 5 تو ذا باور ثيرد، يعني انا بس كل اللي بعمله بقلب الاندكس وبحطه هنا، يعني ده شكل تاني للداله اللي مكتوبه هنا. عايزين نشوف المثال التالت. طبعا المثال التالت الاندكس بتاعه even او اللي هو زوجي بمعنى صح، اللي هو بيساوي 4. فانا هعمل عادي زي اي مثال، اخد 6 minus 2x يكون اكبر من او بيساوي الصفر، فبالتالي 6 هيكون اكبر من او بيساوي 2x. يبقى الاكس هتكون اصغر من او بتساوي ال 3. يبقى في الحالة دي هيكون الدومين من نيجاتيف انفينيتي لغاية ال 3. انا اقدر اعوض باي حاجة من النيجاتيف انفينيتي لغاية ال 3، وهو ده الدومين في المسألة التالتة او المثال التالت. اما نشوف المثال الرابع. هنا طبعا في المثال دوت الاندكس زي ما احنا شايفين اود او فرد، فبالتالي هيبقى الدومين هنا ار ريل نمبرز. انا اقدر اعوض باي حاجه في المثال ده. بنشوف المثال الرابع او الخامس. احنا عشان نحل المساله دي في طريقه سهله. احنا هناخد الاكسبريشن اللي تحت الجذر، طبعا هنا الاندكس زوجي، هنعمله هيبقى اكس سكويرد بلس 4x ماينس 21. احنا هنشوف هو بيساوي زيرو لما الاكس بتساوي ايه. نستخدم الآلة الحاسبة، فبالتالي 1 2 4 21. اصفار بتاعت الاكسبريشن ده او التعبير ده هي ال 3 والنيجاتيف 7. يبقى بالتالي ال x
minus 3 times x plus 7 بيساوي صفر، لان هنا طبعا الاصفار بتاعت الاكسبريشن دوت هي اللي 3 ونيجاتيف 7. احنا بقى هنعمل حاجة اسمها اختبار للدالة ونشوف هي موجبة امتى وسالبة امتى، وهناخد الفترات اللي الدالة فيها بتكون في الحالة دي موجبة او بتساوي صفر. المهم انها ما تساويش ما تديش قيمة سالبة يعني. احنا اتفقنا انها تساوي 3 ونيجاتيف 7، دي الاصفار بتاعت المقام. فبالتالي احنا لما نيجي نعمل اختبار هنا للدالة ونشوف يعني الاشارة بتاعتها هنا 3، هنا 3 معلش، وهنا نيجاتيف 7. احنا نعوض بأي قيمة في الدالة دي، نستخدم مثلا الحاسبة يبقى الموضوع اسهل يعني. x سكويرد بلس 4x minus 21. هناخد قيمة مثلا قبل النيجاتيف 7 وليكن نيجاتيف 8، هتديني 11، فبالتالي هنا هي موجبة. هناخد قيمة بين النيجاتيف 7 بين النيجاتيف 7 وال 3، مثلا ناخد 2 مثلا هتبقى سالبة. هناخد قيمة بعد ال 3 هناخد 4 مثلا هتبقى موجبة. فاحنا هناخد الفترات اللي الدالة فيها او الفانكشن الاكسبريشن اللي بيكون تحت الجذر دوت موجب او بيساوي صفر. فبالتالي هو هيكون من النيجاتيف انفينيتي لغاية النيجاتيف 7، بسم الله، نيجاتيف انفينيتي لغاية النيجاتيف 7. وطبعا النيجاتيف 7 هتكون معانا لان انا لو عوضت بيها هتديني الاكسبريشن اللي تحت هيكون بيساوي 0. فبالتالي هتبقى كده معلش يونيون او اتحاد الفترة من اول ال 3 لغاية الانفينيتي، من التلاتة لغاية الما لا نهاية. وده بالنسبة للمثال الخامس. واحنا زي ما اتفقنا دايما بيكون الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي الانترفال بتاعتهم مفتوحة كده. ايه هي بقى اهمية المجال بتاع الدالة واحنا يعني بنستفاد ايه لما بندرس المجال؟ طبعا احنا دايما بنتجنب الاخطاء الحسابية. يعني مثلا احنا بعد ما نجيب مجال بنعرف ايه القيم اللي المفروض نعوض بيها والمفروض ما نعوضش بيها، علشان مثلا مش يبقى في تحت الجذر سالب او يكون في المقام صفر. ودول اهم قاعدتين. ورقم 2 نفهم سلوك الدالة وانها بتكون امتى موجبة وامتى بتكون سالبة والكلام ده كله، وان احنا نحضر القيم المسموح ندخلها، وان هو يعني نجيب مجال معنى صح. واخر حاجة التحضير لحساب المدى. يعني احنا بتسهل علينا المدى واحنا بنجيبه، واحنا ان شاء الله مع مرور الوقت هنعرف ازاي نجيب المدى. وطبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك او اشتراك او تشير الفيديو لنفع الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.